انا اطلع انه مرت فلان راحت مع فلان وفلانه راحت فلان الوكالات راح جاي رمضان يعني لك عيب يعني اللي بيشوف هيك شيء. انا الناس العاديين بيقولوا لي ليش هيك استاذ؟ رشيد عساف أثناء لقاء تلفزيوني يرفض البوس في المسلسلات ويقول في كل أعمالهم ممنوع البوس، وينتقد الدخان والسب والشتم، وهي في نظره قضية تربوية. نحن بكل اعمالنا ممنوع البوس، مزبوط ولا لا؟ طبعا. لك حتى قضيه تربويه، انا دخان ما بدخن على الشاشه الا اذا كان الدور يتطلب. في ممثلين وممثلات ما بيعرفوا يمثلوا الا بالدخان، خاصة برمضان يعني الصفنة مع السيجار. لك حتى تربويا، لانه انت اللي بالك هلا يطلع ممثل عم يدخن، انت لا شعوريا دغري بتفتحي الباكيت بالحقيقه. عدوى، الضحك عدوى، الحزن عدوى، الدمعه عدوى، والدخان عدوى. طيب نحن متعودين سابقا على انه اللي بيسبوا بعضهم هن فنانين مو من بلدنا، من جهه معينه بالانتاج. بتمنى تدعمونا بلايك واشتراك. غسيل عم بيغسلونا، صحيح. مو عيب؟